هنعمل النهاردة كيك سهل ولذيذ وسريع جدا. تعالوا نشوف عملنا الطريقة دي ازاي. أول حاجة جبت 3 بيضات، حطيت عليهم ربع كوباية من المية وباكو فانيليا واحد وربع كيلو من دقيق اسبونج. ده بيتباع كده بالكيلو، خدت ربع كيلو بس. هبدأ أحط عليهم معلقة واحدة من الكاكاو الخام وهضرب كويس جدا بالمضرب. مش هحط زيت، مش هحط سكر، مش هحط أي حاجة، هو كده بس. ربع كيلو دقيق اسبونج بياخد 3 بيضات وربع كوباية من المية. بعد كده هنزل كده الخليط ده في بايركس انا دهناه سمنة وهدخله فرن انا مسخناه قبلها ب10 دقايق. هيقعد في الفرن حوالي تلت ساعة. اراقبه كده اول ما تعدي اول ربع ساعة، اراقبه واشوف قوامه ايه، يتماسك ولا لا. وبعد كده هو اخد مني تلت ساعة. جبت كسرولة حطيت فيها كوباية ونص من اللبن، معلقة ونص من الدقيق، معلقة واحدة من السكر، ومعلقة صغيرة من النسكافيه. هقلبها كده على البارد وارفعها على النار. بعد كده ادي قوامه بعد ما طلع من على النار. حطيت عليه معلقة زبدة صغيرة وقلبته كويس عشان الزبدة طبعا تسيح بحرارة الخليط. بعد كده هاخده واحطه في طبق واسيبه شوية لغاية ما يبرد. اهم حاجة لما انزله في الطبق لازم اغطيه عشان ما يعملش طبقة سميكة او يعمل قشرة كده من بره. هغطيه بقى واسيبه لما يبرد خالص. ممكن احطه في تلاجة او اسيبه يبرد على جنب. انا محتاجاه يكون يعني هدا شوية، حرارته تكون بحرارة المطبخ على الاقل. الكيكة بتاعتي جاهزة. بدأت كده اعمل فيها كده فتحات بالشوكة عشان انا هسقيها دلوقتي بلبن. هنشوف هنعملها ازاي. جبت هنا كوباية حطيت فيها معلقتين نسكويك ومعلقة من النسكافيه ومعلقة من السكر، وزودت عليهم ربع كوباية مية مغلية. هقلب كويس عشان كل حاجة تدوب. بعد كده زودت عليها باقي الكوباية بالحليب. هسقي بقى الكيك بتاعي. طبعا كيك كان هدا شوية مش سخن ولا حاجة علشان البايركس ما يتكسرش. هسقيها بقى بكمية اللبن اللي انا خلطت عليها النسكويك او الكاكاو. انا حاطة طبعا كاكاو محلى عشان يخلي طعم الكيك حلو. دخلتها بقى في التلاجة تبرد شوية. تعالوا نعمل طبقة الكريمة. كوباية الا ربع من كريم شانتيه. زودت عليها مية مثلجة بالتدريج كده، بزود ربع كوباية بربع كوباية. هخلط كويس جدا. طبعا لو الكريم شانتيه بتاعك محلى ما تحطيش سكر. انا دقته لقيته محتاج معلقة سكر، هزوده معلقة سكر بودرة. بعد كده هكمل ضرب كده واشوف القوام بتاعي. لو محتاج مية بزود بالتدريج زي ما انتي شايفة معايا كوباية من المية المثلجة، بزود بالتدريج لغاية ما اوصل للقوام اللي هتشوفيه دلوقتي. وعشان طبعا ازود كمية الحشوة او كمية الكريمة هنزود عليها مقدار الخليط اللي احنا عملناه في التلاجة. حبيت يكون بطعم نسكافيه، زودت معلقة صغيرة من بودرة النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان. وهخلط كويس جدا. هجيب بقى الطبق اللي احنا جهزناه اللي هو كان في التلاجة ده، وهزوده على كمية الكريمة اللي عندي. فانت لو عايزة تزودي كمية كريم شانتيه اللي عندك ممكن تعملي الخلطة اللي احنا عملناها دي، بتبقى جميلة جدا مش بتبان. بالعكس بتدي قوام حلو قوي للكريمة وبنكهة كده غنية وكريمية خالص. ومش بتخلي الكريمة تفشل تماما، يعني بتخلي الكريمة بتكون متماسكة. بعد كده هخفقهم كويس وكده الكريمة بتاعتي جاهزة. شيلها بقى في التلاجة لغاية ما الكيك يكون بارد والكريمة تكون باردة. نعمل آخر طبقة. جبت كوباية من الشوكولاتة، شوكولاتة دارك أنا مقطعاها أو مبشورة. حطيت عليها ربع كوباية من اللبن وحطيت عليها معلقة من الزبدة ورفعتها على النار. الكيك عندي بقى بارد. حطيت عليه كمية من الكريمة وباقي كمية الكريمة نزلت عليها بالشوكولاتة اللي أنا سيحتها على النار. بس طبعا سبت الشوكولاتة تبرد شوية. نزلت عليها كده بمعلقتين من الخليط اللي أنا عملته معاكم. بعد كده هقلب كويس كده. انا عملت لون تاني من الكريمة، لون اغمق شوية. عايزة تحبي تغمقيه شوية كمان زودي عليه تاني من الشوكولاتة ودوقي الطعم طبعا. خلاص كده هنحط بقى الطبقة التانية من الكريمة زي ما انتوا شايفين كده. كده بقى عندي طبقتين من الكريمة. بجد الكيك ده طعمه حلو قوي وغني جدا جدا جدا، وكأنك بتعملي كيك يومي عادي وزوقتيه بكمية من الكريمة. اخر شوية بقى من الشوكولاتة هزين بيها اخر طبقة كده من فوق.
وجربوا كده وادعولي، بجد جميلة وسريعة جدا. حطها بقى في التلاجة لما تبرد قدميها. انا حطيتها في التلاجة نص ساعة بس لاني كنت مستعجلة علشان اكمل تصوير. بجد خطيرة، جميلة جدا. جربوها ومتنسوش تقولولي ايه رأيكم في الوصفة. استنوني في فيديو جديد، متنسوش تقولولي ايه رأيكم في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.